يا اهلا بيكم في ملخص جديد من ملخصاتنا الرايقه. النهارده نلخص لكم فيلم بعنوان بلانت اوف ابس 1968. طبعا في ناس مننا بتقول يا اكيد رواد الفضاء دول في نعيم وعيشتهم احلى عيشه، يا ريتني كنت رائد فضاء يا اخي. بس تفتكر لو سفينتك الفضائيه حصل فيها عطله او مشكله او حصل اي كارثه وانت في الفضاء هتفضل حاسس بنفس الشعور؟ ولو وقعت على كوكب غريب هتفضل حاسس بنفس الشعور؟ طب لو القرود بقى اللي بتحكم الكوكب ده كمان هتعمل ايه؟ برغم من ان فيلم بلانت اوف ابس نسخته دي القديمه جدا، ولكنه من افضل الافلام لطرح الفكره دي ومن احسن افلام الفانتازيا والخيال العلمي، وصدر سنه 1986. وبيبدا بشخص بيتكلم وهو قاعد في مكوك فضائي وبيقول ان كده تقريره اكتمل وانهم كده في رحله العوده للارض خلاص، وبتوقيت الارض كده فهم كملوا 6 شهور على المكوك ده وجي وقت الرجوع. بس حسب النظريه اللي هم بيحاولوا يثبتوها فكده عدى على الارض 700 سنه، يعني اكيد الارض كلها اتغيرت بالكامل، وممكن يكون الراجل اللي بعتهم في المهمه دي اصلا مات بقاله كتير والناس ناسياهم، او لو رجعوا مش هيعرفوهم. بس جه وقت الرجوع علشان نتاكد اننا نسيب السفينه تحت تصرف الروبوت دلوقتي والطيار الالي، وهننام زي باقي الفريق بتاعي لحد ما نوصل الارض. وبعدين خد المحلول وبص على فريقه الاتنين رجاله والست اللي معاهم وطلع نام. وبعد رحله سفر طويله المكوك نزل على كوكب معين ووقع في الميه في كوكب معين، وبعدين كلهم بداوا يفوقوا. وصحي تايلور اللي كان بيتكلم ولقى عنده عند باقي فريقه دقن وشكلهم كبر، وبعدين بص على التاريخ لقى مظبوط المفروض والوقت اللي محسوب للوصول للارض عدى عادي. ولما بداوا يفوقوا لقوا ان المكوك وقع في الميه وهو ما كانش متبرمج انه يقع في الميه، فقالوا انهم اكيد نزلوا في كوكب غلط، وبيبصوا على صاحبتهم اللي نايمه لقاها كبرت وبقت موميا وعفنت. وتايلور طلب من صاحبه يشوف الغلاف الجوي بتاع الكوكب ده جاهز انه يستقبلهم ولا لازم حاجه تاني. وطلع صاحبه يشوف الغلاف الجوي ايه دنيته وقال له انه مناسب للبشر. قال له طب هات قارب النجاه ويلا بينا نخلي المكوك علشان بيغرق. وبعدين بيرموا المركب بره وبيتنفخوا وبينطوا واحد ورا التاني فيه ويسيبوا المكوك ويمشوا بالمركب بعيد، وبيقولوا انهم كده في كوكب مجهول في مدار برج الجوزاء، بس شكله مش كوكب بلاكتس وكوكب تاني. وبعد ما مشوا شويه لقوا الارض جنبهم وخرجوا عليها وشافوا المعدات اللي معاهم وعرفوا انهم معاهم اكل وشرب يكفيهم 3 ايام. تايلور قال لهم يا ترى بقى 3 ايام من بتوع الارض وقد ايه من بتوع الكوكب ده؟ وبعدين واحد منهم اسمه لندن كان بينكش تايلور، وتايلور قال له انا مش هرد عليك علشان انت راجل عندك 2000 سنه او اكتر كده بتوقيت الارض. وبعدين بيقول له تفتكر ايه اللي حصل للبنت اللي معانا؟ قال له اكيد تسريب هواء او في حاجه غلط عملتها، يلا الله يرحمها اترحمت من وشك وانت كبير. وبعدين قرروا يمشوا يشوفوا اي حاجه في الكوكب تساعدهم يفضلوا عايشين، وقرروا يمشوا في اتجاه. وتايلور قال لهم معرفش انا اخترته ليه بس اهو اختيار احسن ما نفضل واقفين. ولقى واحد منهم بيحط علم امريكا على الارض وفضل يضحك. قال له احنا في ايه ولا في ايه يا عم؟ يخرب بيت الحلم الامريكي اللي معشمكم انكم هتحكموا العالم ده، بتموتوا لسه بتفكر في نفس الهبل ده. وبعدين بيفضلوا ماشيين بلا هدف، مفيش اي حاجه حواليهم غير الصحراء بس، وكلهم بداوا يلاقوا علشان الميه والاكل على الوضع ده مش هيكفوا حاجه. وبعد شويه تعب واحد منهم شرب شويه وقام بعدها وهو في حب صحه وقال لهم هياخد جوله واسعه. في الوقت ده لندن قال له انت جاي الرحله دي ليه يا تايلور؟ قال له انا بكره الناس والناس بتكرهني فانا كنت انسب واحد للمكان ده. وبعدين انا رائد فضاء كفء الحمد لله مش زيك، انت طالع هنا علشان تكمل الصوره العامه ليك انك ظابط فضاء وما كنتش عايز تيجي هنا، بس لو كنت رفضت كان هيبقى شكلك وحش قدام المجتمع، علشان كده انا ما بحبكش علشان انت المجتمع حاكمك، انا ما حدش حاكمني ماشي بدماغي. وبعدين صاحبهم التالت بيندههم من بعيد وبيقول لهم ييجوا بسرعه، ولما بيروحوا بيلاقوه واقف جنب الزرعه. قالوا طالما في زرع يبقى في ميه، وطالما في ميه يبقى في زرع تانية وتالتة ومكان نشرب منه كمان، خلينا ماشيين. وبيكملوا في طريقهم وبيلاقوا الزرع تانية وتالتة وزرع كتير وكانهم بيقربوا من مصدر ميه ضخم هو اللي مخلي المكان ده اخضر كده. وبعدين بيلاقوا فزاعات على شكل قرود موجوده وبيقولوا اكيد في حياه طالما في حد عمل كده. لما بيقربوا من الفزاعات بنشوف ناس بتراقبهم وبتتحرك بعيد وراهم، وبيفضلوا ماشيين لحد ما يلاقوا نفسهم قدام شلال ميه صافي وبحيره متكونه من الشلال ده، وبينطوا فيه بعد ما يقلعوا كل هدومهم وهم مبسوطين وبيشربوا ويقوموا بلا هدف شويه كده. وبعدين واحد فيهم بيلاحظ ان في حركه حواليهم وحد بيسرق هدومهم، وتايلور بيروح يشوف هدومه بس برضه حد بياخدها. وبعدين بيخرجوا من الميه ويجروا ورا الناس اللي بتجري لحد ما يلاقوا نفسهم في غابه وفي ناس كتير قوي من البشر موجودين حواليهم وبياكلوا من الشجر والثمار اللي فيه. وبعدين الثلاثه بيقولوا كويس على الاقل انهم
مش بياكلونا احنا وطلعوا نباتيين، عامة احنا كده في امان. لو دول بس اللي موجودين وانبه ناس فيهم اللي كانوا بيجروا ورانا من شوية، يعني قدامنا مثلا 6 شهور ونحكم الكوكب ده كله. بس الفكرة بقى الناس دي كلها جت هنا ازاي اصلا، وازاي في بشر في كوكب تاني؟ وبعدين فجأة بيسمعوا صوت حاجة بتتحرك في الزرع. البشر لما سمعوا الصوت ده بدأوا يجروا بخوف وهلع شديد جدا، والتلاتة جريوا معاهم برضه لانهم عارفين ان اكيد دول بيجروا من حاجة ممكن تأذيهم. وبعد شوية جري ومحاضرة وسط الزرع بنكتشف انهم بيجروا من قرود، بس مش اي قرود، قرود بتتكلم انجليزي وراكبة احصنة ومعاهم اسلحة، وبيصطادوا البشر اللي مش بيتكلموا اصلا واحد ورا التاني، وبيعملوا كذا فخ علشان يوقعوا بيه البشر برضه. وللاسف ما كانش فيه اي مفر، كل ما يحاولوا يهربوا يلاقوا جزء من جيش القرود بيجري وراهم ويمسكهم. وبعدين الراجل الاسمر اللي مع رواد الفضاء اتصاب ومات في ساعتها، ولندن برضه يتصاب بس ما ماتش، وتايلور اتصاب في حنجرته ووقع ما قدرش يقوم. وبعدين بتظهر القرود وهي بتلم الجثث وتعلقها زي الذبايح، وواحد منهم بيقول لواحد معاه كاميرا تعالى يا ابني صورني انا وتيسير باشا وعماد باشا مع الجثث يلا، وبيتصوروا مع الجثث وكانهم مصطادين حمام. وبعدين بننتقل لاوضه جراحيه وفي قرد شمبانزي بيقول لدكتوره تاني ما ينفعش انت تترقي وانا لا، انا ما بحبش اتعامل مع البشر، دول كائنات مقرفه ومليانين جراثيم وبتاع. قالت له ما انت عارف زيوس القائد بيفرق بين القرود العاديه وقرده الشمبانزي وبيضطهدهم. قال لها وانا ذنبي ايه بقى؟ الحوار ده كان سمعه تايلور وهو بيتنقل له دم يعوض الدم اللي نزفه، علشان بعد كده يتحط في قفص ويعملوا عليه تجارب. وبعدين بيحطوه في قفص هو وباقي البشر اللي اتقبض عليهم، وبيرشوا عليهم ميه علشان فاكرينهم مليانين جراثيم وحشرات وامراض. بعدين الدكتوره بتيجي وتقول للحارس يلا وريني الجداد اللي هنا، وبتبدا تفحص واحد واحد فيهم، بس بيكونوا زيهم زي كل مره عادي، لحد ما تيجي لتايلور. تايلور كان فاهمهم بس مصفي حنجرته ومش عارف يتكلم، وبدا يحاول يتكلم والدكتوره منبهره وبتقول له انت بتحاول تتكلم؟ سبحان الله بشر بيتكلم. وبعدين زيوس الحاكم جه وبص لهم بقرف وقال لها في اي جديد هنا يا دكتوره؟ قالت له القسم بلا هدف بقاله فتره وبنحاول نفهم دماغ البشر علشان نتعامل معاهم ونخلص منهم لانهم مصدر ازعاج زي ما انت دايما بتقول لنا. بس بص ده بيحاول يتكلم. قال لها بشري بيتكلم؟ انت بتخرفي يا وليه ولا ايه؟ قالت له بص بس. وبعدين تايلور بدا يحاول يتكلم وزيوس قال لها يا ستي لا بيتكلم ولا نيله، ده بيعرف يحاكي اللي هو شايفه بيحاول يقلدنا، اكبري يا وليه وبطلي هبل. وبعدين بيمشي والدكتوره بتيجي وتحس ان تايلور فيه حاجه مختلفه وبقت تسميه ابو عيون زرقاء. بتقول للحرس هاتوا المزه اللي من الكوكب ده وادوها ليه هديه، وبقت مستنيه تشوف تايلور هيعمل فيها ايه. وتايلور عرف اللي فيها وعرف انهم بيعاملوهم زي الحيوانات، هم اللي حاكمين الكوكب ده، وبقى مش فاهم يعمل ايه يعني دلوقتي. وبعدين بيخرجون في فسحه بره علشان ما يزهقوش من القعده لوحدهم تحت في الكتب، والبنت اللي ادوها لتايلور بتفضل ماشيه وراه زي ضله. وبعدين الدكتوره بتكون ماشيه مع خطيبها وبتحكي له. قال لها ايوه ايه المميز فيه يعني عن باقي البشر علشان يثبت نظريتي؟ قالت له تعالى هو عامه اوريهولك. فضل تايلور ماشي في القفص لحد ما الدكتوره شافها وجات له، بس فجاه زيوس جه والدكتوره راحت له قالت له بص يا عم ده خطيبي. قال لها مش ده الشاب العالم الجديد اللي اكتشف الجرافه؟ قال له ايوه يا فندم. وفي الوقت ده كان تايلور بيكتب على الارض علشان يشوفوها، بس البنت اللي معاه مساحتها، ولما ضربها خدوا بالهم وبشر الكوكب ضربوه لما افتكروه بيتهجم عليها. وبعدين كلهم بدأوا يضربوا فيه والحرس اتدخلوا فرقوه بالنار، وبعدين سحبوه من رقبته زي الكلب ودخلوه لقفص ثاني. وقتها زيوس لمح على الارض اللي كان كاتبه تايلور ومسحه وعمل نفسه من بنها، والدكتوره نزلت ورا تايلور والحراس بيرموه في القفص وقفلوا عليه وقلت لهم ما تزعلش هم وحوش معلش. وبعدين مدلها ايده وفهمت انه عايز حاجه، راحت مقربه منه. اول ما قربت منه راح شددها ناحيه القفص وخد منها الورقه والقلم وكتب عليهم حاجه، بس الحراس كانوا اسرع منه، خدوه وضربوه وقعوه على الارض وسحبوا منه الورقه والقلم. لما الدكتوره خدتهم لقيت انه كاتب لها ان اسمه تايلور، وقالت له انا رزرق بشري بيفهم وبيكتب. وراحت قالت لهم اتوه. قالوا لها خطر يا وليه؟ قالت لهم على مسؤوليتي، وندت خطيبها وقعدت ورت له. قال له اتعلمت الكتابه فين؟ قال لهم في مدرستي يا جماعه، والله انا واعي وكل حاجه. قال له طب انت جيت هنا ازاي؟ قال له عن طريق المكوك، حاجه بتطير. وبعدين عمل طياره ورق ووريها له. قال له لو عندكم خرايط هوريكم. والقرد جاب له الخرايط وقال له احنا هنا وانت اتمسكت هنا. قال له ايوه وانا وقعت في الصحراء دي ومشيت لمكان ما اتمسكت. قال لها مش منطقي اللي بيقوله ده، كده وقع في المنطقه المحظوره ومحدش بيقدر يروح هناك ويرجع حي، انا اشتغلت هناك وعارف. قالت له لازم نشارك اللي حصل ده مع حد ونعرفهم ان نظريتك حقيقيه والارض اصله انسان. تايلور قال لهم ايوه كان عندنا برضه ناس بتقول ان الانسان اصله قرد، كانوا ملحدين ومتخلفين بيقولوها، بس خطيبها قال لها مش هينفع يقولوا علينا بنقول كلام فارغ
مبالغ وهرطقه وتخاريف ويضيعوا مستقبلنا واحنا قدامنا مستقبل باهر. انا عالم وانت دكتوره هنتجوز. وفي الوقت ده دخل زيوس عليهم ومع واحد تاني من حكام الكوكب، وبعدين بيقول لهم ايه اللي جاب الحيوان ده هنا؟ مش قلنا الحيوانات بره المعمل خطر؟ وامرهم يودوه على المعمل وشاف الورق اللي كاتبه. بس الدكتوره وخطيبها قالوا له انهم بيعملوا تجربه مش اكتر وما قالوش على اي حاجه حصلت. ورجع تايلور قفصه، بس بعد شويه دخل حارس وقال لهم انهم هياخدوه على اوضه العمليات. وتايلور لما دخل الحارس عليه راح ضربه وهربان بره بلا هدف، بس طبعا عبس مش اكتر. وفضل يلف في الاماكن والبلد ودور العباده، ودخل في الاخر حديقه الحيوانات ولهم حاطين صاحبه الاسمر جوه بعد ما مات وعارضينه. هرب بره تاني وبعد شويه جري في المدينه وحصار شديد من البوليس اتمسك. اول ما اتمسك يتكلم وقال للحارس ابعد ايدك ومخالبك المقرفه دي عني. وساعتها وقع عليهم كلهم سهم الله ازاي انسان بيتكلم وفاهم. وبعدين خدوه تاني لقفص وقتها ونوفا كانت هناك. قال لها انت احلى واحده هنا، يا ترى انت فاهماني ولا لا؟ وبعدين في حراس جم علشان يعاقبوه، راحوا واخدين منه النوفا ورشين عليه ميه وفصلوهم في قفاز غير بعض. وقعد زعلان وقعد يكلمها ويحكي لها على حبيبته في سفينه الفضاء، وانهم لو كانوا في ظروف تانيه هو وهي على الكوكب ده كانت بقت زي حواء وبقت ملكه الكوكب، بس للاسف القرود حكماه. وبعدين في حراس جم خدوا تايلور ولقى نفسه في مكان شبه المحكمه، وكل اللي كان القرود الكبيره في المناصب جايه والدكتوره وخطيبها. وقال لك ايه بقى يا سيدي، هيعملوا له محاكمه. وبعدين الدكتوره قالت له خليك ذكي وركز. وبعدين بدات المحاكمه والدكتوره قالت لهم هو بيتحاكم بتهمه ايه؟ قالوا لها بتهمه الهرطقه واثاره البلبله. قالت له ازاي اصلا انتوا متهمينه كده وانتوا بتعاملوه كانه حيوان ومش بيفهم؟ قال لها ما هو بيتكلم اهو. قالت له يعني معترف انه بيفهم وبيتكلم؟ قال لها لا دي مجرد طفره فبنتعامل معاها عكس باقي البشر. قالت له مش طفره وما عندناش اي دليل دلوقتي ان البشر من الصم والبكم ولا في حاجه تمنعهم من الكلام، وطالما ده يتكلم يبقى اكيد في حاجه تخليهم يتكلموا ويتعلموا الكلام برضه. وبعدين قام وزير من الوزراء اللي قاعدين وقال لهم طب تعالوا اوريكم ان كل ده فيستك. قول لي يا ابني انت القاعده الثانيه من الايمان في عقيده القرود؟ قال له وانا هعرف منين يا ابن العبيطه العقيده والكتاب بتاعكم طالما انا مش من كوكبكم؟ قال لهم شفتوا اهو مش مدرك لابسط حقوق ككائن حي وواعي، فمعنى كده انه حيوان وطفره مش حاجه عامه. قال له لا انا مش طفره، وفي ناس صحابي اتقبض عليهم معايا كانوا زيي واعيين وعاقلين وبيتكلموا زي انتوا. خدتوا واحد وديتوه جنينه الحيوانات والتاني اكيد عايش. قالوا له احنا فيها، هاتوا كل البشر اللي تم اسرهم في اليوم ده ونشوف. وخرجوا جابوا البشر ولقى لندن صاحبه ولسه بيلف لقى حته من عقله مفتوحه. قال لهم قطعتوا دماغه يا ولاد الكلب ودمرتوا عقله انتوا وحوش. وبعدين زيوس قال له البيطريين كانوا بيدرسوه وبيعرفوا مخه فيه ايه، مش بنحاول نقتله ولا بتاع زي ما انت بتقول. ودخلوا كملوا المحاكمه. وبعدين الدكتوره وخطيبها كانوا بيحاولوا يقولوا ان دي الحلقه المفقوده في نظريه التطور والهبل اللي كان بيقوله داروين في الارض في كتاب اصل الانواع. بس المحكمه رغم انهم قرود كانوا مقتنعين ان ده كلام فاضي وهرطقه، وفضلوا يسدوا ودانهم وكمموا بق النايلور وهو بيحاول يدافع عن نفسه. شوف يا سيدي ولسه في ناس معانا على الارض مصدقين داروين ومصدقين ان الانسان اصله قرد، اللي يعيش ياما يشوف والله. وبعدين بعد شويه كلام ملوش لازمه قرروا ان الانسان ده طفره ولازم يتخلصوا منه علشان هيعمل مشاكل. والدكتوره وخطيبها ما يقدروش يعملوا حاجه علشان ما يتهدموش او يتسجنوا ومستقبلهم يضيع، وسابوا الحكم زي ما هو. وبعدين بياخدوا تايلور يودوه عند زيوس، وزيوس بيقول له بص يا ابني انا راجل عملي، انا لو عايز منك حاجه خدها بالجراحه، اخدك المعمل وافضل اقطعك يمين وشمال لحد ما تنطق. قال له بعدين قال له بس انا راجل طيب عامه ومش مقتنع باللي قاله وزير العلوم انك طفره ولازم نتخلص منك. بس لما قلت لنا انك اتعلمت الكتابه فين وكنت عايش فين اخترت اسم حربي وجايز عدى عليهم بس ما تعديش على حد محنك زي. قال له يا عم بطل هبل بقى، انا جيت هنا زي ما قلت لك. قال له لا انت مستحيل اللي بتقوله ده يحصل ومش منطقي، انت جاي من الكوكب هنا ومصدق انك كنت في المنطقه المحظوره. اصل احنا مش قايلين لحد انه عادي حد يعيش هناك لاننا ما دورناش هناك ولا حواليها كويس، فقلنا لهم الاشاعه دي وكله مصدقها ومؤمن بيها. قول لي بس انت جاي منين؟ انت جاي من بعد المنطقه المحظوره، في ادغال هناك عايشين فيها، فين نسوانكم واطفالكم؟ في منكم قد ايه؟ قال له يا عم ابوس ايدك ارحمني وانزل من على وداني، انا من كوكب اسمه الارض في مجره تانيه ونزلنا هنا بالغلط واحنا راجعين كوكبنا بعد رحله استكشافيه في الفضاء. قال له عامه براحتك خليك ينكر، انا مش مصدقك واللي هتخبيه عني هاخده منك كده كده بالتعذيب في المعمل وهشرحك. قال له براحتك يا عم. قال له بالمناسبه الاتنين اللي كانوا بيدافعوا عنك وفاكر انك هتتحمى فيهم خرجوا حاليا بكفاله، بس ما تضمنش ممكن نعمل فيهم ايه مستقبلا، فما تستناش انهم يساعدوك، يلا خدوه من هنا. ورجعوه تاني قفصه بعد ما قعد يشتمه ويقول له انتوا وباء بشري وكلكم مالكوش لازمه وكائنات مقرفه. وبعد ما رجعوه قفصه جه واحد للحراس وقال له عايزين البشري المميز. قال له يا عم ده سيوس موصي انه
انه يروح المعمل ويتعمل فيه العجب. قال له بقول لك ايه، الحيوان ده بيتكلم، ده لازم يروح جنينه الحيوانات، انت مش متخيل ده هيدخل منه قد ايه للدوله. قال له طب وريني التصريح. قال له التصريح اهو يا عم، وهو بيبص في التصريح الواد شاور لتايلور وقال له لما اتحرك امسكه. والحارس بعدها عدل وشه قال للواد ان التصريح ده مش مظبوط ولازم زيوس يمضي عليه. ولسه ما كملش كلامه راح تايلور ماسكه كويس والواد ضربه على دماغه وافقده الوعي. قال له يلا علشان اهربك. قال له انت مين اصلا؟ قال له انا خالتي تبقى الدكتوره اللي بتساعدك. قال له طب هاخد نوفا معانا؟ قال له لا، خالتي قالت ما تاخدش الانثى بتاعتك معاك. قال له انا بقول اخدها. وخدها وخرجوا معاه والدنيا الليل. ولما خرجوا الدكتوره قالت له مش قلت لك خليه يجي لوحده؟ قال لها اصر اعمل ايه؟ قالوا له يلا خد البس اللبس ده علشان محدش يعرفك وادخل جوه صندوق العربيه دي لحد ما نروح مكان امان. قال له انا مش هلبس كده تاني ومش هقعد في القفص. قالوا له خلص يا عم بدل ما نعلي صوتنا ونندى زيوس. قال لهم خلاص يلا بينا. وبعد ما بقوا في مكان امان نزل وقال لهم انا فعلا بشكركم جدا يا جماعه على مساعدتكم اللي بسببها هتعانوا كتير قوي. خطيب الدكتوره قال له يا معلم ما تاخدش في بالك، احنا خلاص مستقبلنا وبيتنا اتخرب وهنمشي مش راجعين، هنحاول نشوف مكان تاني نعيش فيه. قال له طب وانا ونوفا نروح فين؟ قال له ممكن بقى اخدكم ونشوف الدنيا عند المناجم بتقول ايه، لو فعلا ينفع نعيش هناك زي ما انت بتقول. وبعدين قال له ماشي بس عايز بندقيه. خطيب الدكتوره بص لها وقال لها ابتدينا بقى الهبل. قالت له اسمع كلامه بقى طالما مؤمن انه كان بيفهم. قال لها ماشي وسابوا له بندقيه. وقرروا كلهم يروحوا ناحيه الحته بتاعه المناجم جنب المنطقه المحظوره وربنا يسهلها هناك. وبعد ما راحوا خطيبها قال له بعدين قال له هنمشي ورا الميه دي نشوفها بيصب فين. قال له بيصب عند المناجم والكاف اللي كنت شغال فيه وبعمل فيه بحثي لما رجعت مع البعثه بتاعتي. قال له ماشي تعالى وريني الكاف ده. ولما راحوا وارتاحوا رجعوا له لقوه ماسك قلع حده وبيحلق دقنه وبيستخدم حاجه هناك وعاملها مرايه، وكانوا مندهشين هو بيعمل ايه وازاي بيتحكم في الموضوع كده. الواد قال له انت عبيط حلقت دقنك ليه؟ قال له اللي قدك بس هم اللي عندهم دقن في العالم بتاعي. قال له عامه لما حلقتها شكلك بقى اقل ذكاء، كان باين عليك بتفهم اكتر في الاول. وقال له خلص يا عم هتوريني الكاف امتى؟ قال له اهو فوق تعالى نطلع يلا يا عم. وقبلها زيوس جه مع رجالته حاولوا يقتلوهم. قالوا له عرفت منين اننا هنا؟ قال لهم ناس ملحدين وهربانين هيروحوا فين يعني؟ اكيد المنطقه المحظوره. تايلور قال له بقول لك ايه يا هبل انت، لو ما خليتش الناس دي تبعد قتلك، خليهم يبعدوا يسيبوا سلاحهم. قال له بعدين يعني في النهايه الكاف اللي فوق ده ملوش لازمه، انا شفت اللي فيه كلها حاجات فكسانه مش هتوصلنا لحاجه. ودخلوا الكاف اللي خطيب الدكتوره كان بياكد ان فيه ادله كتير بتقول ان البشر كانوا موجودين قبلهم. وقال له دي حفريات يا عم بتاكد كلامي اهو. قال له عادي مش دليل قاطع. قال له في حاجات معدن وبتاكد ان اللي عملها على درايه بالمعادن. تايلور ليه درايه بالمعادن عكسنا؟ قال له برده مش دليل. قال له طب والعروسه اللعبه دي؟ قال له عادي احنا بنعمل منها كتير عندنا، ونوفا خدت العروسه تلعب بيها شويه وبعدين العروسه اتكلمت. بعد ما العروسه اتكلمت تايلور قال لهم شفتوا يا جماعه هو في قرد هيعمل عروسه بشريه بتتكلم برده؟ وبعدين ده صمام للقلب كان عامله واحد بري لما قلبه ضايف وساعده على الحياه، وكل الادله اللي في الكهف ده بتثبت الكلام ده. وفجاه سمعوا صوت ضرب نار بره وكلهم عرفوا ان زيوس غدر بيهم ورجالته بره محاصرين الكهف، ويا رب ما يكونوش عملوا اي حاجه في ابن اخت الدكتوره. وبعد شويه ضرب من هنا والضرب من هنا والوضع بقى كارثي على الاخر، فخدوا زيوس رهينه وخلوه يبعد رجالته وبعدين ربطوا في الحجاره زي ما كانوا بيربطوه مع صحابه وقالوا له يا عم ما تعملوش كده عيب. قال لهم عيب؟ مش عيب انه كان رابطني كده ولا ايه؟ ده انتوا ورود فعلا. وبعدين زيوس نده الواد الصغير وقال له اسحب مني الورقه دي وقرأها. وبعدين بنعرف ان زيوس عارف ان الانسان هو اصل حضاره القرود دي وكان موجود قبلهم، بس زيوس خفى الموضوع لان الورقه كان مكتوب فيها ان الانسان شراني ويقتل اخوه علشان الارض وغباؤه اكبر من ذكائه او بيساويه وده ممكن يعمل كوارث. وبعدين تايلور قال لهم شفتوا بقى انكم صح، يلا تعالوا معايا. قالوا له لا نيجي فين يا معلم، وجود الكافي ده هنا هيحمينا من انهم يتهمونا هيطلعنا براءه وهنسيب اهلنا وناسنا ونروح فين اصلا. بعدين بيفضلوا وبيقرر تايلور ياخد نوفا معاه ويتحركوا من المكان ده، وزيوس بيقول للحراس سيبوهم يا جماعه يغوروا وهاتوا المتفجرات ننسف الكهف ده وانتوا الاثنين هتتهموا بالهرطقه وهتتحبسوا. قالوا له يخرب بيت الظلم والله، طب سبته ليه لما انت ناوي على الغدر؟ قال لهم سيبوه هو كده كده مش هيعيش منه اللي قدره بقى هيعرف ايه اللي مستنيه بعيد. وبعد ما تايلور خد نوفا ومشوا بالحصان حبه على شط البحر لقى نفسه قدام اكبر مفاجاه ما توقعهاش، لقى تمثال الحريه وعرف ان طول الفتره دي كان على الارض ووصل صح هو واصحابه في اول الفيلم
العالم، بس للاسف البشر دمروا الارض بغبائهم ووصلوها لحد هنا، لحد ما القرود بقت تحكمها وبتعامل الانسان زي الحيوان. بس شوف يا اخي اللي فيه عاده ما بيبطلهاش. شوف الفيلم من سنه كام، ولما قامت حضاره جديده في الارض من القرود قامت في امريكا، ما فهمش مين مفهمهم انها اهم حته في الكوكب، بس ماشي هنبلعها بمزاجنا. المهم ان الفيلم فيه منه سلسله تانية حديثه عن دي بكتير واجمد من دي بكتير، بس مش هنلخصها الا لما نتاكد انك عايز تشوف تلخيصها وتعمل لنا لايك، ولو عملت فما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس علشان لما ننزلها تشوفها. واشوفكم على خير ومع السلامه.